شكرا السيد الرئيس. على كل حال انصتنا بامعان لتدخل السيد الوزير. انا كنت غنتكلم بقلبي على اعتبار انه فاعل ومشارك في الحوار. اليوم اوضح اننا لم نوقع على نظام اساسي، كان التوقيع على محضر 14 يناير لمبادئ المؤطره للنظام الاساسي. وبالتالي خصنا نفهموا ان الحركه النقابيه وعلى راس الاتحاد المغربي للشغل كانت تؤمن بفضيله الحوار الى نهار 20 شتنبر، فتم ضرب المنهجيه الديمقراطيه التشاركيه وتم انفراد السيد الوزير بتمرير هذا النظام الاساسي واداه للمصادقه بدون الرجوع الى النقابات المحاوره والانصات الى الملاحظات اللي وضعنا له كمذكره تقديميه فيها مجموعه ديال الملاحظات على المستوى القانوني والمادي والفئوي. اليوم كنأكدوا انه يعني رحنا مع الحوار مع فضيله الحوار، ولكن اليوم خصنا نفهموا كنا بان هذا المشروع النظام الاساسي راه مرفوض بتاتا من جميع المكونات بما فيهم الحركه النقابيه. ترفض في كل المؤسسات التقريريه ديالنا، وترفض من جميع نساء ورجال التعليم، واليوم الساحه تغلي باضرابات يعني خطيره جدا. وبالتالي لا بد اليوم ان نتكلم كلاما واضحا اين نسير بتعليمنا. وبالتالي كنطلب من السيد الوزير يفتح الافاق للمستقبل، لان كاينه اشكالات حقيقيه وما يمكنش نسمحوا ان شي واحد يستبدل الحركه النقابيه لان كانت تؤمن وكان حلمها الاساسي هو اخراج نظام اساسي موحد ومنصف لجميع الفئات. اليوم نساء ورجال التعليم ما بقاوش كيتيقوا وما بقاوش كيتيقوا حتى في الحركه النقابيه، وهذا الشيء راه كان مقصود. وبالتالي اليوم خصنا نتحملوا مسؤوليتنا، لانه اليوم ماذا وقع؟ تم الرمي بهذا المشروع الى الساحه والى واحد البيئه حاضنه للاحتجاج، وخرجناه من المؤسسات ديالو الحواريه المؤمنه بالحوار اللي كانت فعلا حاضره، وكان الهم ديالها هو حل كل المشاكل التعليميه وبناء نظام اساسي عادل ومنصف اللي غيعطي دفعه للنساء ورجال التعليم. اليوم النساء ورجال كيعانيوا من كل الامور اللي هي ماديه، وبالتالي لا بد اليوم كنطالبوا بواحد الرفع من الاجور. لأنه السيد الوزير أنا غنقولها لك، التعويضات اللي درتو التكميليه صوبتوها بحدكم، الصياغه ديال النظام الاساسي لا ما صيغناش حنايا، تم تسريب هذا النظام الاساسي بدون الرجوع لنا. وغادي نذكرك نهار 20 شتنبر ملي كان الاشكال الحقيقي ديال الزلزال، غادي تمشي تشوف الناس ديال اللي كانوا في سميتو اللي كانوا في هذيك الحوز. حنا من نوع بروح وطنيه عاليه قلنا لك سير، ولكن اتفقتي معنا انه غادي يكون مذكره فيها مجموعه ديال الملاحظات اللي غادي ترجع لنا قبل ما توضع النظام الاساسي في الجريده الرسميه. وبالتالي اليوم مأسوف على هذا النظام الاساسي. الا بغيتينا السيد الوزير يدينا مدوده، ما بغيتيناش حنا مع النساء ورجال التعليم في الساحه. وشكرا. شكرا سيد رئيس